نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله. كان نفسي تصدقني حتى لو جزء صغير. أنا مش مجنونة ومش بيتهيألي. بقالي سنتين هنا في المصحة، بيقولوا إن عندي اضطراب ما بعد الصدمة، وإن اللي شفته مجرد هلوسة بسبب فقدان أصدقائي. بس محدش لقاهم ولا حتى جثة. كل اللي عملته إن حكيت الحقيقة. جالي صحفي شاب صغير متحمس اسمه أدهم، دخل الأوضة بابتسامة وقال: أنا سمعت عنك، مروة الناجية الوحيدة من بيت الشماع، ممكن تحكي لي اللي حصل؟ ابتسمت ابتسامة مش عارفة هي حزينة ولا مجنونة، وقلت له: كنت فاكر إن محدش هيسألني تاني، بس وعدني لما أخلص ما تحاولش تلعب حتى لو فضولك قتلك، ما تكملش اللعبة. سحب الكرسي وفتح الكشكول وبدأت أحكي. أنا مش من الناس اللي بتصدق الخرافات بسهولة، لكن اللي شفته في بيت الشماع غير كل حاجة. البيت ده مش مسكون، لأ، ده حي وبيحب يلعب، بس لعبته مش زي أي لعبة. دي لعبة شيطان بيمل من الجحيم وبيحب يتسلى بأرواح البشر. كنا 6 متهورين، أنا وشادي وسماح وعمرو وجاسر ودعاء. قررنا نعمل تحدي الرعب في بيت الشماع المهجور. بيت مفيهوش روح ولا حتى روح فار. آخر مرة اتفتح فيها الشرطة لقيت الباب مفتوح، لكن محدش جوه. العيلة اللي كانت ساكنة فيه اختفت حرفيا، زي ما يكون الأرض بلعتهم. دخلنا واحنا بنضحك وبنهرج، ومعانا كشافات ومزيكا شغالة على التليفون. في الصالة لقينا الترابيزة عليها علبة غريبة، غريبة جدا، شبه صندوق مجوهرات القديم، لكن منحوت عليه رموز كأنها طلاسم من لغة ميتة. شادي فتح العلبة، لقينا جواها ازازة صغيرة مكسورة، مكسورة من تحت، وورق اصفر باهت ريحته زي العفن او زي تراب القبور. يلا نلعب. صراحة شادي قالها وهو بيضحك، لف الازازة ووقفت على دعاء، اخد ورقة وقرأ بصوت غريب كأن حد بينطق على لسانه: اقطعي، اقطعي خصلة من شعرك واحرقيها وسط الدايرة، لو رفضتي الدم بديل النار. كلنا ضحكنا، لكن دعاء ما كانتش بتضحك، كانت متجمدة وبتبص حوالينا خوف، وقالت: انا مش هعمل كده، انتوا بتهزروا صح؟ في اللحظة دي النور اتقطع، بس مش مفاجأة،